سلام الله عليكم أصدقائي. معكم مولات الحايك. اليوم جبت لكم قصة مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت للحاجة خديجة. خليكم معايا نفكو خيوط هاد الحكاية. أنا سميتي خديجة، والناس كيعيطولي الحاجة خديجة حيت حاجة بيت الله. هادي كتر من 10 سنين وانا كنغسل الموتى في سبيل الله. تعودت على كل شيء، ريحة الموت، البرودة ديال الموت، وحتى السكات الثقيل اللي كيكون فاش كنكون كنغسل شي ميت. بالحق هذاك النهار كان مختلف بزاف. انا نعاود ليكم، واحد النهار فقت في الصباح بحال كاع الايام، مع الاذان ديال الفجر توضيت، صليت، وقريت ما تيسر من القرآن الكريم. وجدت واحد البراد ديال اتاي مشحر، شحرت القلب حيت انا عزيز عليا اتاي. وجلست في البالكون كنفطر، واخا الجو كان مغيم والسما كانت غضبانه. داك النهار كلشي كان ثقيل. شويه تليفوني صونا، جاوبت الو. الحاجة خديجة معايا؟ ايه هي هادي. شكون انت سيدي؟ توفات لينا واحد البنت في المدينة القديمة، بغيناك تجي ضروري الله يعطيك الستر. اعطاني التفاصيل والعنوان، وتوكلت على الله ولبست حوايجي وخرجت. الطريق كانت خاويه، شارع حتى شي واحد ما كيدور فيه، حتى من الضو ديال البوطويات كيضوي ويطفى. وحتى قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا كاع ما كنحمل هاد العلامات. بقيت غاده حتى وصلت للدار، لقيت الباب محلول، دخلت. كانوا الناس جالسين وسط الدار كيبكيو، غادي يكونوا الجيران والعائله. نسيت ما قلت لكم، انا غير حطيت رجلي في ديك الدار حسيت بواحد الريحه خايبه ثقيله، ماشي غير ديال الموت، لا لا لا، انا ريحه الموت كنعرفها مزيان، كانت شي حاجه اقوى من ريحه الموت. شفت واحد السيده، قلت لها الله يخليك واش ممكن توريني الام ديال البنت اللي توفات؟ داتني عندها، كانت جالسه في الارض وكتبكي. سلمت عليها وصبرتها وعرفتها براسي. فاش مدات ليا يديها باش تسلم عليا كانوا باردين بزاف. وناط وقالت لي اجي معايا باش نوريك البيت اللي فيها المرحومه. مشيت معاها، دخلت لواحد البيت وسديت الباب، قلت السلام عليكم. قربت حداها وطلبت الاذن باش نحيد لها الغطا من وجهها. غادي تعجب وياك، ولكن انا ما عمري تعاملت مع الموتى كانهم موتى. كيف ما اللي حيين عندهم الحرمه ديالهم، حتى الميتين عندهم الحرمه ديالهم، فلازم نطلب منهم الاذن قبل ما نقيس الجسد ديالهم. والمهم البنت كانت ممدده، حيدت الغدا من وجهها. كانت بنت آية في الجمال، شعرها زعر وطويل. ما حسيتش حتى طاحت لي واحد الدمعة من عيني. قلت حرام هاد الملك هذا يكون ممدد قدامي. شوية توقفت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاد الشي مكتب ومقدر من عند الله عز وجل. مديت يدي باش نقيسها، حتى هي كانت باردة بزاف، فكرتني في البرودة اللي كانت في يد الام ديالها. ماشي البرودة اللي كتكون في الميت، لا لا لا، هادي برودة مجهدة كتوصل للعظم. قصت شعرها حتى هو كان فازق، بحال الا توفات وهي بلا ما ترمش. قربات ليا وجهها حتى حسيت بالنفس ديالها حدا ودني وهمسات.
نحس بالبرد. خرجيني من هنا، خرجيني من هنا. ضرباتني الفيقة وانا كلي غرقانة، قلبي كيضرب. حمدت الله وشكرته باللي هو غير حلم. الصباح ما قدرتش نبقى ساكتة، صراحة كان ظهرني الفضول. لبست حوايجي ومشيت رجعت للحومة اللي كنت فيها. بديت كنسول الجيران على البنت اللي توفات. قالوا لي باللي سميتها لبنى وباللي بنت دريويشة وكتسكن غير هي وامها. ما كاينش اللي عطاني شي معلومة واحدة اخرى. رجعت لداري ولكن ما ارتاحيتش، كان نحس باللي كاينه شي حاجه خصني نعرفها، والفضول كان غادي يقتلني. دازو 3 ديال السيمانات وانا كل ليله كنفيق على نفس الكابوس، نفس الحلمه اللي كنحلم. وواحد الصباح قررت نعاود نرجع لديك الحومه. مشيت، وصلت قدام الباب، استغربت ان الباب كان مسدود والشراج مطرقين وكانوا مغبرين، وحتى حدا الباب كانت الغبره، حلا ما كاين حتى شي واحد في ديك الدار، وكانها دار مهجوره. كنت كنشوف بان ليا واحد مول الحانوت، مشيت سولته، قلت له واش ما كاينينش هاد الناس؟ قال لي لا يا لالا، قال لي الام سافرات من بعد ما مات ليها البنت مباشره، ما عاوداتش رجعت. قلت له واش ما عندهاش شي عائله، شي حباب كيسولوا فيهم والو؟ قال لي لا، قال لي ما كيجي حتى شي حد، قال لي من غير واحد صاحبة البنت الله يرحمها مره كتجي تمايا كتبدا تدق وتمشي بحالها. قلت له واش ممكن تقول لي فين كتسكن؟ قال لي راه هي دارها حداهم جيران. مشيت دقيت، خرجت عندي واحد الشابه، سولتها ها واش تعرفي لبنى الله يرحمها؟ قالت لي ياه، وشافت فيا بواحد الطريقه حزينه. قلت لها واش ما كتعرفيش فين مشات الام ديالها؟ قالت لي لا خالتي ما عرفتش. قالت لي انا اخر مره شفتها كانت جات عندي للدار وكانت جالسه معايا، شويه صونا ليها التليفون وخرجت كتجري مخلوعه، حتى انها خلات صاكها. ومن بعد وقت ما كنمشي لدارهم حتى واحد ما كيحل ليا الباب، وحتى تليفونها كنصوني عليها ما كتجاوبنيش. بقينا بحال هكاك حتى وصلني خبر الموت ديالها، وبدات كتبكي. انا حاولت نواسيها ونلطف الجو واحد شويه، وطلبت منها لا الا كان ممكن تعطيني الصاك اللي خلات عندك نشوفه، ربما نلقى فيه شي حاجه اللي تفيدني. ما رفضاتش وجابته، قلبته ولكن ما لقيت حتى شي حاجه تفيدني من غير واحد الساروت. سولتها قلت لها واش هذه الساروت ديال دارهم؟ قالت لي ايه. قالت لي حيت هذاك البورتكلي انا اللي هديته لها. وقفت بقيت كنشوف فيها، قلت لها عرفتي شنو غديري؟ يلا نوضي تمشي معايا. قلت لي فين؟ قلت لها غير زيدي. مشينا لدار لبنى الله يرحمها ودورنا الساروت في الباب وتحل. ما عرفتش علاش مشيت نيشان للبيت اللي كيجيني في المنام. حاولت نشعل الضوء ما بغاش. البنت اللي معايا تخلعات، كانت كل شويه كتقول لي صافي خالتي يلا نمشيو نخرجوا يلا. قلت لها غير صبري. جبت تليفوني وضويته، هو يجمد لي الدم في عروقي. كان في الارض اثار ديال الرجلين، الارض كانت مغبره بحال شي واحد كان كيتمشح فيها. حاولت نجمع راسي ونتبع دوك الاثار حتى وصلت لواحد القنت في هذيك البيت نيت. قلبت مزيان ما لقيت حتى شي حاجه. شويه شفت واحد الدائره في الحيط من التحت، كتبان مختلفه على اللون اللي في الصباغه. الا ما رديتيش البال ما غاديش يبان لك، وحيت البيت باين قديم، وهذيك ديك الدائره مصبوغه جديده. طلبت من البنت جبت لي شي حاجه باش نحفروا بها
ديك الدائره. تعجبات، قالت لي شنو غنجيب؟ قلت لها غير سيري جيبي اي حاجه، المهم غير نشوفوا شنو كاين هنا. شويه جابت لي واحد الحديده بقينا كنحفروا بها، كنبشو شويه بشويه، سمعنا واحد الغوته خلات عينيا يخرجوا من بلاصتهم، وفي نفس الوقت بحال شي واحد كيجري وتسد الباب. البنت اللي معايا تخلعات، بقات مسكينه غير كتغوت. شديت لها يديها وقلت لها شوفي ما تخافيش، الله معانا. مشيت ديتها حدا الباب، حليت الباب وقلت لها غير سيري ما تبقيش هنايا. مشات كتجري. انا جمعت راسي وقلت خصني نكمل هادشي اللي بديت. مشيت لديك البلاصه وكملت، بديت كنبش وكنحفر. شويه وهي تبان لي واحد البلاستيكه كحله، بقيت كنجبد فيها كنجبد حتى تجبدت لي بلاستيكه كحله وداير عليها السكوتش. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قريت عليها القران وحليتها. وتصدمت، لقيت الصوره ديال لبنى مسكينه وشعرها الزهر وشي تخربيق ما عرفتش شنو داكشي. المهم ان ريحته كانت خانزه. هزيت داكشي جمعته وخرجت من ديك الدار. غير حطيت رجلي في الزنقه عاد تنفست الهواء النقي. ديتو نيشان للفقيه ديال الجامع، قلت له السي الفقيه شوف لي شنو هادشي. شدو وقرا عليه القران وقال لي الله ياخذ الحق في اللي كيأذي الناس. قال لي غير سيري هادشي خليه ليا انا غادي نتكلف به. خليته ليه وانا عارفه وثايقه بلي غادي يدير المستحيل باش يبطل داكشي. المهم من داك النهار ما بقيتش شفت لبنى في منامي، وكنظن غادي تكون ارتاحت في قبرها، وغادي نكون خرجتها من البلاصه اللي كانت كتقول لي خرجيني منها. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا قصتنا. كنتمنى تكون عجباتكم. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.